الناس اللي كيتشكاو من الحموضه كثيره بزاف، الحريق المعده، ما كيقدرش يصوم في رمضان، ولا عنده مشكل في الحريق كيكبر مع الجوع وكتسكتوا ليه الماكله. السلام عليكم. واش كتعرفوا اشنا هي الجرثومات المعده او ما يسمى بالفرنسيه ليكوباكتير بيلوري؟ هذه الجرثومه هي الوحيده اللي تقدر تعيش في ظروف المعده درجه الحموضه مرتفعه، كتنتقل من انسان لانسان عن طريق اللمس والاكل والمشروبات، والتاثير ديالها على المعده كبير بزاف وخطير جدا. الظروف فاش كتعيش هذه الجرثومه كتخليها دير في المعده واحد المفعول خاص كيمشي من التهابات صغيره المعده الى التهابات متطوره الى التهابات مزمنه اللي كتقدر تمشي لحالات ما قبل سرطانيه وسرطانيه. داكشي علاش العلاج ديال هذه الجرثومه مهم بزاف، وقبل ما يكون العلاج ديالها خصنا نتعرفوا عليها، يعني نعرفوا نديروا ليها التشخيص ديالها. التشخيص ديالها كيكون بزاف الطرق، يا اما في الخروج في البروز او لا في الدم او لا ملي كيكون الانسان كيدير تيو وكيتخذ دوك العينات كيمكن نلقاوها في العينات ديال التشخيص او ما يسمى عند نبات. العلاج ديالها مهم بزاف لانه ملي كنعالجوها حنا كنتفاداو تطور ديال الحالات الالتهاب الى حالات ما قبل سرطانيه او سرطانيه. داكشي علاش العلاج ديالها تيخصو يكون مبكر والتشخيص ديالها يكون مبكر. لهذا الناس اللي كيتشكاو من الحموضه كثيره بزاف، الحريق المعده، ما كيقدرش يصوم في رمضان، ولا عنده مشكل في الحريق كيكبر مع الجوع وكتسكتوا ليه الماكله، هاد الناس كندعيوهم انهم يشوفوا الطبيب ديالهم في اقرب وقت ممكن اللي غيتعرف على الحاله ديالهم ويتشخص المرض ديالهم، واذا كان عندهم جرثومه غادي ياخذوا العلاج ديالها. والسلام عليكم ورحمه الله.